واش الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كانت صائبة في تجديد الثقة في وليد ركراكي؟ واش فعلا وليد ركراكي قدم الاستقالة ديالو الجمعة الماضي قبل ان يتراجع عن القرار ديالو؟ هادشي اللي غادي نشوفوه في الحلقة ديال اليوم. اخوة والاخوات، مرحبا بكم في حلقة جديدة في قناتكم بودكاست الي روتور. اولا وقبل كل شيء كنبغيو نهنيو الإدارة الوطني الحسين عموتة على الأداء المبهر ديالو والإنجاز العظيم اللي قدموه في كأس آسيا مع المنتخب الأردني. مبروك عليه، وإن شاء الله يتوجوا بهذاك اللقب. بالنسبة للبلاغ ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللي عنات فيها أنها جددت الثقة في وليد الركراكي، كما قلنا جميع في الأول وكما قلت في الفيديوهات السابقة أنه ما عندناش بديل. خاص حاليا أنه يدار تقييم كما شفنا في البلاغ ديال الجامعة أنهم شاروا أنهم شافوا معاه اشنا هما الاخطاء او لا اشنا هما الاسباب اللي خلاونا نتقصاو من كاس افريقيا وما نقدموش الاداء اللي كنا كنتسناو من المنتخب الوطني. وكذلك كاينين اشاعات اللي كيقولوا ان المساعدين ديالو غادي تبدلوا وغادي يكونوا تغييرات في الاداره التقنيه ديال المنتخب، نظرا لان المساعدين ديال الوالد الرياضي ما كيقدموش الاضافه المطلوبه. كيقول لك ان مثلا بن محمود هو كيقتصر الضوء ديالو على انه كيخلق اجواء بينه وبين اللاعبين، كيخلي اللاعبين يكونوا متحمسين في لونطريما، كيخلق اجواء ديال الضحك والنشاط وكذا. بالنسبه للامزيل ما لا اضافه تذكر، هادشي على حسب الهضره اللي كتقال. كيبقى المعدين المساعدين ديال الفيديو ولا الاطر الاجنبيه اللي كاين في الاداره التقنيه هما اللي كنشوفوا خدمتهم. حاليا كاينه هضره كتقول ان عادل رمزي هو اللي غادي يتولى المهمه ديال المساعد الاول ديال وليد الركراكي، والمساعد الثاني غيكون هو بن محمود. كما كنعرفوا جميعا ان عادل رمزي كانت عنده تجربه تقريبا فاشله مع الوداد الرياضي. واش فعلا هو الاطار الكفء او لا الرجل المناسب في هذه المرحله هذه اللي غادي يكون مع وليد الركراكي؟ ما غاديش يكونوا واحد النزاعات بيناتهم، الله اعلم. كنقول انايا جوج ديال لي زونطرينور صعيب انك تجمعهم، حيت هذاك اونطرينور وهذاك اونطرينور. سي فري غادي تجيب واحد لونطرينور كان كيتريني بواحد الفرقه وتحطو كمساعد، ولكن القرار الاخير والقرار الكبير راه كيرجع للوليد الركراكي. هذا من جهه، ومن جهه اخرى لاحظنا جميع ان اللاعبين المغاربه اللي شاركوا مع المنتخب الوطني كما رجعوا للفرق ديالهم قدموا اداء اللي واعر، سواء نصيري سواء عدلي. هادشي اللي كيطرح تساؤل كبير، واش فعلا هاد اللاعبين هادو هما اللي كان منهم مشكل؟ واش كان سوء الانسجام مع الاجواء الافريقيه؟ واش كان سوء التدبير من المدرب الوطني؟ شفنا نصيري ماركا جوج البيوت، عدلي دخل كبديل ماركا بيت. شنو المشكل في هادشي؟ واش وليد ركراكي لا كان فعلا هو خاصنا نهبطو كوارينا الارض ونشوفوا الاخطاء فين كاينه ونصحوها؟ حنا مقبلين على كاس افريقيا اللي غتنظم في بلادنا، لا مجال للخطا، ما خصناش نغلطوا، حيت راه حاليا بنادم كيغمض عينيه هكا وهكا. الله يحفظ من هنا للقدام لا كانت شي انتكاسه او لا شي خساره في شي دور اللي هو ماشي تلهيه، راه ما كنظنش ان الامور غادي تمشي بخير. يعني لاعبين كاينين، الظروف مواتيه، ظروف الاقامه، اللوازم ديال لونطريمون، مسائل ديال التجهيزات ديال لي زونطريمون والظروف، راه ما ظنيتش واش كاينه في شي منتخب واحد اخر افريقي. دونك شنو خاصنا باش يتم تحقيق الكؤوس والانجازات؟ يعني عرفتي داك الدري اللي كتوفر ليه كل شيء، كتسوايع و لبس مزيان، الماركات، بغا موطور بغا هادي وفي الاخر كيسقط، ريحنا. نتمنوا ان وليد ركراكي يجلس مع راسو، يعرف الاخطاء اللي تدارت، او لا هو راه ديجا عرف الاخطاء اللي تدارت، يعرف انه حنا مقبلين على واحد الفتره اللي ما خاصناش نغلطوا فيها، وخاصه الكاس هذه تبقى في المغرب. من جهه اخرى شفنا عده اخبار سواء في الصحف العالميه والصحف المحليه اللي كتقول ان المنتخب الاوروغواياني بغى يواجهنا في مقابله وديه، سواء نقدروا نلعبوها في فرنسا او لا في اسبانيا. مازال ما بانش، ما كاين حتى شي حاجه رسميه لحدود الساعه. كنتمنى ان من هنا لقدام ما كرهتش ان المنتخب الوطني يكثر 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 من مقابلات وديه مع فرق افريقيه. ما كرهتش، حيت
وما نلعبوش معاهم في بلادنا، خاصنا نلعبو في لافريك ونجربوا اكثر عدد اللاعبين، سواء في الدفاع سواء في الهجوم سواء في الوسط، وخاصنا نلعبوا بخطط بديله، نخرجوا شويه من 4-1 4-1. سي فري 4-1 4-1 هي باش وصلنا للدومي فينال ديال كاس العالم، ولكن ما كرهناش ان كما شفتوا من بعد الفوز ديال جنوب افريقيا خرج المدرب ديال جنوب افريقي كيستهزأ بينا وكيقول لك هذا لا يعقل ان منتخب وصل الدومي فينال ديال كاس العالم عنده طريقه لعب واحده. يعني كنا كتاب مكشوف بالنسبه ليه، هو خاصنا نجربوا طرق تكتيكيه جديده او لا اللي غادي تناسب طرق اللعب ديالنا والمهارات ديال اللاعبين اللي كاين عندنا، ونقلبوا على بدائل ديال ماشي اللي غادي تصاب لنا لعاب ولا جوج وغادي نوليو واحلين كما طرينا في الدومي فينال ديال كاس العالم لي بوسيبل كون كانوا اللاعبين كلهم جاهزين ما كناش نطيحوا في ذاك المشكل. طرينا هذه المره هذه كونتر جنوب افريقيا. هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم الاخوه الكرام، نتمنوا ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، نتمنوا تشاركونا الاراء ديالكم في لي كومونتير وتخلينا واحد جيم وتابوناو في لاشين